واحد فلاح راح للدكتور يكشف على ودنه. الدكتور قال له عندك شرخ في طبلة الودن. قال له يخرب بيته زلزال. وحامي رفع قضية وقعت عليه. ده راجل بلدينا خطف بنت ومسكوه، فعملوا له عرض قانوني عشان البنت تتعرف عليه. البنت قاعدة جنب ضابط المباحث وصاحبنا دخلوه وسط مجرمين عشان البنت تتعرف عليه. أول ما دخل شاف البنت قاعدة جنب الضابط قال هي دي إن أنا خطفتها. ده قعد شامي راح لواحد إيه فكاني حط إيده كده على على البرهو. قال له شو هذا؟ فكان قال له برهو. قال له هات برهو. هات البرهو وين نفسها مراتك ترى كده. قال له شو هذا؟ قال له مش. قال له هيك مش هذا مش عندنا في الشام مراتك ترى كده. شو هذا برتقان؟ هات برتقان. هات برتقان هذا في الشام مراتك كده. الفكاني حجاني مش لاقي حاجة أقولها. راح الشام يحطيه ده البطيخة اللي شيليه ذاك من العنب. جاب لها التلفزيون منور. راح الشغل رجع. ايه رايك في التلفزيون؟ جارك له راجل عشان الالوان بتاعته بتبهت. وقعد قصير اوي. راح يشهد في قضية. فالقاضي بيسأل بوليس اسمك ايه؟ قالوا نخلة. قال راح هنكدب من اولها. راجل بلدينه راح يعمل اشعة على صدره. فالراجل هناك في المستشفى حب يعني استكراده، راح مركبه الاسانسير وراح فتح الباب وقفله وفتحه تاني. قال له تعالى خدهم الست. ده الديمقراطية. الديمقراطية هو ما أدراكم من الديمقراطية. لو واحد مصري واحد إنجليزي، الإنجليزي بقول للمصري بقول إحنا عندنا ديمقراطية في إنجلترا 100%. تاني قالوا لا ده أنا عندنا في مصر 100%. قالوا لا ده أنا عندنا في إنجلترا. أنا ممكن أقف في ميدان البيكاديلي ده يا إخوانا في إنجلترا كده عندنا زي العتبة بس على حاجة جامدة أوي. وأقف وأقول يسقط براون. قام صاحبنا البصال وأنا ممكن أقف في العتبة وأقول يسقط براون. واحد قابل واحد صاحبه قال له معكش 10 جنيه سلف. بص له كده دوكا يا عيني خلصان خالص مفلس. قال له شاف المفتاح ده؟ قال له خده واتكل على شاف الشارع اللي هناك ده. قال له خش فيه شمال. سيب اول حاره وتاني حاره وتالت حاره خش فيها. سيب اول بيت وتاني بيت وتالت بيت وادخل فيه. سيب اول دور وتاني دور وتالت دور اطلع فيه. هتلاقي تلات شقق. سيب اول شقه وتاني شقه وتالت شقه وادخل فيها. خش تلات اوض. سيب اول اوضه وتالت اوضه خش فيها. تلاقي في وشك دولاب افتحه. سيب اول ظلفه وتاني ظلفه وتالت ظلفه هتلاقي عليها مصحف هتحلف لك عليه مفيش في جيبي ولا مليم. خنفس بيقول لك مرة واحد عمل ندري لابنه في الثانوية العامة إذا نجح هيذبح له خروف. قابله صاحبه بعد النتيجة بقول له النتيجة إيه؟ قال له خروف نجح. ودارس إنجليزي بيسأل تلميذ بقول له لو أنت واقف كده وفي واحد في أوضة وعايز تقول له كام هير عشان يجي لك تقول له أقول له كام هير هيطلع لي بره. قال له لو حبيت تدخله الأوضة قال له فيله من الناحية التانية أقول له كام هير. ده بقول لك واحد ده ها قال لك يا جماعة يعني كل الناس عمالة تتكلم عن المريخ والقمر ما احنا لازم نعمل حدث كده يهز الدنيا. عمل مؤتمر صحفي وقال احنا هنطلع الشمس. كل الناس الصحفيين يعني مستغربين. واحد من الصحفيين بيقول يعني لكن يا عمدة هتطلع الشمس ازاي والشمس حامية نار. قالوا خلاص يا اخي نطلعها بالليل. ده راجل مسطول كل يوم يجي بالليل وهو مروح السلم عنده ضيق وصايع كده وهو طالع السلم برا بام برا بام برا بام برا بام برا بام برا بام وين يروح واقع في السلم مكسر. كل يوم بالنظام ده برا بام برا بام برا بام برا بام برا بام وريال يقع يكسر. طلع منه طالع وريال ما تشوفي لك حالي نوري بالسلم. خلاص يا اخويا لما تيجي بكره بالسرابه هبقى حاطه لك كلوب في السلم. حطيت له كلوب وصاحبنا جه كان معتاد بربام 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 ور راح واخد الكلوب في رجله كسره. لا وليه مش تحطي لي كلوب؟ قلت له انا حاطه لك كلوب. لا انا انت حطها في الظلم. راجل بلدينا راح يركب الاسانسير لقى مكتوب الحموله 8. سافر البلد جاب 7 يركبوا معاه. واحده كلفت طفل انابيب لقيته منفس.